السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم صوت المغرب. مباراة الجزائر والسودان، المباراة اللي شهدت ظلم تحكيمي بين المنتخب السوداني في ظل الحكم أمين عمر، حكم مصري. قلنا أمين عمر حكم ظالم. أنا بقول لكم الحكم فرم السودان كان يستحق يكسب الجزائر. الحكم اكتفى بان ادى طرد اللاعب الجزائر ومرضيش يحسب ضربة جزاء. يا اعمى البصر والبصيرة، ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، رفض يحسبها ليه؟ علشان انت الحكم ضربة جزاء او ادالهم طرد. فازاي هديلهم طرد واديلهم ضربة جزاء؟ فانا كده ظالم الجزائر، لكن الجزائر كانت تستحق الخسارة. السودان النهارده أدت مباراة يعني عظيمة رغم الظروف ورغم الحرب ورغم المشاكل ورغم كل اللي بيحصل في السودان، ولكن عملوا النهارده مباراة خيالية قدام منتخب المفروض حاصل على النسخة كأس العرب الموسم اللي فات، أو النسخة الأخيرة آسف، من كام سنة. فالمفروض الطبيعي هو المرشح الأقوى، ولكن النهارده السودان كان يستحق الفوز ومنتهى الأمانة، ولكن منه لله أمين عمر ظلم السودان النهارده بشكل بشع. كوره يا جماعه، انا لو وريتها لحضراتكم اكيد هتشوفوا، هوريها لحضراتكم. الكوره واضحه وضوح الشمس، ضربه جزاء اللاعب مدافع الجزائر دايس على رجل راعب السودان، يعني ضربه جزاء مليون في المية، مليون في المية. ولكن الحكم ولا حسبها ضربة جزاء ولا حتى رجع للفار يشوفها، كأنه يعني في تعنت، في تعنت ان الكره دي ما تتحسبش، ركله الجزاء دي ما تتحسبش. ما ينفعش المنتخب السوداني، يعني المنتخب السوداني يكسب المنتخب الجزائري. كأن الكره دلوقتي بقت دول. السودان ما ينفعش تصعد على الجزائر، كأنها بقت منافسه بين دول، لكن هي منافسه كوره. ادي للمنتخب السوداني، اديله حقه اللي هو عمل كل حاجه في اللقاء وكان يستحق الفوز النهارده، فالطبيعي انه ياخد حقه ويكسب. لكن اللي حصل كان ظلم، وللاسف كان ظلم من الحكم المصري اللي عامل كوارث برضه في الدوري المصري. يا جماعه حكم امين عمر بنشتكي منه عندنا في مصر هنا، يعني الموضوع مش اللي هو حكم حكم نخبه، لا هو حكم بيرتكب العديد من الكوارث عندنا في الدوري المصري. فحكم ما كانش ينفع يحكم المباريات الكبيره، او ما ينفعش يبقى ده حكم دولي. ده هيسيء لسمعه الحكام المصريين للاسف، علشان هو حكم بيحكم باسم مصر، هو حكم مصري امين عمر. ولكن اللي عمله النهارده كان ظلم بين، ظلم بين المنتخب السوداني اللي قدم. يعني عندي تعاطف كبير جدا 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 مع المنتخبات اللي رغم الظروف ورغم الدنيا، زي منتخب العراق ومنتخب سوريا، بيبقى عندي تعاطف كبير جدا مع هؤلاء المنتخبات. عشان كده كنت اتمنى النهارده بامانه ان المنتخب السوداني يقدر يفوز على المنتخب الجزائري المتعجرف. المنتخب الجزائري دايما عن تعجرف، اللي هو انا اللي محدش يقول لي لا، انا البطل، انا رقم واحد، انا كذا انا كذا. وهو عادي جدا بيخسر من المغرب ويخسر من مصر ويخسر من تونس ويخسر من، وكان يستحق يخسر من السودان النهارده. فكنت اتمنى الحكم يبقى عنده نوع من العدل شويه، مش هقول لك بقى عدل كامل، لا حاجه بسيطه حتى من العدل. من خلاله النهارده كان المباراه ممكن تنتهي بفوز المنتخب السوداني. ولكن زي ما قلنا منه لله حكم المباراه اللي حرمنا من فوز المنتخب السوداني النهارده. ولكن يعني الماتشات اللي جايه كتير ان شاء الله باذن الله. كل الدعم والتوفيق للمنتخب السوداني في الماتشات اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يعني الظلم ده يقف. الظلم ده لازم ولا بد يقف. في بطوله المفروض بتجمع العرب، المفروض يكون فيه يعني تدخل بقى فوز لقجع. لو لا اي، يعني احنا عندنا الامل الوحيد هو فوز لقجع. فوز لقجع هو الوحيد اللي بيتكلم، بيحاول يدافع عن المغرب ويدافع عن كل الانديه او المنتخبات يعني اللي بتتعرض لظلم مبين امام بقى المنظومه وامام قطر وامام الحكام وامام كل حاجه بتحصل من الرشاوي، من كل حاجه بتحصل. فاتمنى من فوز لقجع يكون عنده القوه اللي هو ياخد حق المنتخب السوداني من الفساد اللي حصل في مباراه السودان والجزائر.
هنكتفي بفيديو النهارده يا مغاربه. اتمنى لو الفيديو عجبكم ادعمنا بقى باللايك، ادعمنا باللايك والاشتراك في القناه، علشان الفيديو ده عايزه يلف في كل حته ويوصل في كل مكان. وان شاء الله باذن الله كل التوفيق. المغرب ان شاء الله هتواجه عمان المباراه القادمه، مباراه قويه جدا، مباراه هتكون حماسيه بشكل رهيب. فان شاء الله باذن الله توقعاتي هيكون فوز المنتخب المغربي 2-0، ده توقعي. وان شاء الله لو المغرب قدرت تفوز على عمان المباراه القادمه هيكون يعني بنسبه 90% صعود المغرب رسميا. ولكن احنا عايزين المغرب يكسب المباراه الثالثه علشان يكون صعود، تصعد اول وتصعد بدون هزيمه وتكون تستحق الفوز باللقب. فكل التوفيق ان شاء الله للمغرب المباريات القادمه. نكتفي بفيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو ده عجب حضراتكم اللايك، اشتراك في القناه، فعلنا الجرس علشان يوصل لكم كل اللي جاي. شكرا لكم.